السلام عليكم الأخوات، مرحبا بكم فيديو جديد على قناتي وقناتكم منوعات أمينة وجنات. كنتمنى تكونوا بصحة جيدة إن شاء الله وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. ونبداو كيف ما العادة بالصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله. اليوم أخواتي غادي نشارك معكم طريقتي الخاصة في تحضير القريشلات بلديين ديال الدار اللي كنحضروهم بأبسط المكونات. كنوضع كاس ديال الماء دافي شويه، معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات، كاس الا ربع ديال السكر سنيده، وبالنسبه للحلاوه كيبقى على حسب الرغبه ديال كل واحد. كنخلطوا هاد المكونات مزيان حتى كنشوفوا الحبيبات ديال الخميره وديال السنيده ما بقاوش باينين. ونزيد نضيف نصف كاس ديال زيت المائده مع قبصه ديال الملح مع واحد بيضه كامله، واحد الكيس ديال الفاني ولا ديال زهرة البرتقال اللي توفر لكم، مع كاس ديال الحليب حتى هو يكون دافي شويه. عندي هنايا تقريبا 2 معالق كبار مخلطين ما بين النافع والزلجلان وحبه حلاوه. بالنسبه للزرارع كديروا الكميه اللي نتوما كتبغيو. كاين اللي كيبغي القريشلات يكونوا عامرين زرارع، وكاين اللي كيبغي غير شي شويه. هنا عندي واحد الكيس ديال الخميره ديال الحلويات. بالنسبه للحليب والماء اخواتي على حسب الجو، الا كان الجو سخون بلا ما تدفيوهم. في البدايه كنزيد نضيف 3 ديال الكؤوس ديال الدقيق. في الاثناء راني كنخلط غير بهاد الخلاط اليدوي. طريقه سهله اخواتي باش نحضروا هاد القريشلات اللي كينفعوا في الطاوله ديالنا، سواء في الفطور ولا في الكوتاي، وسهلين في التحضير، وحتى المكونات كيف ما كتشوفوا في المتناول. كتبقى فقط المشاركه معكم. اما القريشلات راه جميع الاخوات كيوجدوهم في ديورهم بابسط المكونات، وكتكون النتيجه رائعه ما شاء الله. كيف ما كتشوفوا راني كنخلطهم حتى كيندمجوا ديك المكونات، وكنزيد الكاس الرابع والكاس الخامس. حتى لهاد الاثناء انا كنبقى نخدم غير بالخلاط اليدوي، وعاد ندير يدي وكنزيد نجمع المكونات مزيان. كنضيف الدقيق شويه بشويه، ديك الكاس الخامس كنبقى ندخلو شويه بشويه. بالنسبه للدقيق كيبقى على حسب الكاس اللي عبرتو به المكونات، على حسب الحجم ديال البيضه. يعني دائما المقادير كتبقى على حسب كل واحد وشنو كيدير. هنا راني ضفت الكاس السادس ديال الدقيق. المهم انا كنشارك معكم حتى الكميه ديال الدقيق اللي درت. ودابا في هذا الاثناء بالنسبه للدقيق راني كندخلو شويه بشويه حتى نشوف العجينه تجمعات، ولكن مازال كتلصق شي شويه. هذا الكاس السادس كنوريكم بانني راني مازال ما درتوش كامل حتى نشوف القوام. وما شاء الله كتجي واحد الكميه لا باس بها. كنزيد نضيف واحد المعلقه ديال الزبده في الاخير، وكنزيد ندمجها في داك الخليط حتى هي كتعطينا واحد الليون العجينه. صافي كما كتشوفوا القوام ديال العجينه هو هذا، كتجي خفيفه كتلصق شويه في اليدين. غطيت عليها وخليتها تخمر. تقريبا خليتها واحد 30 دقيقه كتخمر، وكنزيد نفرغها من الهواء اللي فيها. كنزيد ندير لها هاد العمليه هذه. كندهن شويه يدي بالزيت وكنبدا نشكل كويرات على حسب الشكل اللي بغيتو نتوما، واش كبار ولا صغار القريصات ديالكم اولا القريشلات ديالكم. انا درتهم متوسطين، يعني ماشي يعني بحال بغيتي تقول كبيره، يعني ماشي كبيره ولكن عاوتاني ماشي صغارين بزاف.
المهم هنا كنشكلهم، والعجينه كما كتشوفوا اخواتي راه كتلتصق شي شويه في اليدين. كندير شويه الزيت في يدي وكتبقى العجينه مرخوفه بهذا الشكل هذا. قد ما كانت العجينه مرخوفه قد ما كيجيو رطبين ومهويين من الداخل. كنستمر حتى نسالي هاد الكميه اللي عندي. عطاتني تقريبا 9 ولا 8 الحبات اللي هما كبار شويه. ممكن تصغروا القريصات غادي يجيكم الكميه اكثر. المهم هي اننا كنبغيو نوجدوا شي حاجه ديال الدار اقتصاديه. انا درت اللاطه الاولى فيها القريصات ديالي، وغادي نزيد دابا نشكل القريصات ونديرهم في اللاطه الثانيه. صافي هنا اخواتي من بعد ما ساليت كنقرصهم هكا شي شويه، كندق عليهم شي شويه، ما نبسطهمش بزاف، غير شويه، وغادي نخليوهم يخمروا. من بعد ما غادي ندهنهم بواحد البيضه اللي درت فيها واحد شويه ديال الحليب، خففتها بشويه ديال الحليب. كندهن بهم الوجه ديال هاد القريصات ونخليهم يزيدوا يخمروا مزيان. من بعد ما كيخمروا راه الطريقه سهله مجربه عند الاخوات فقط. كيف ما قلت لكم راه كتبقى المشاركه معكم لا اقل ولا اكثر. كنزيد ندير شويه ديال الزلجله من الفوق، وغادي نخليهم يزيدوا يرتاحوا وندخلهم الفران حتى كيطيبوا من الفوق ومن التحت. وهذا هو الشكل ديالهم بعد ما طابوا. انا ملي كنخرجهم كيكونوا سخان كندير عليهم واحد المنيدل باش كيرجع ديك الصهد عليهم، وكيف ما كتشوفوا كيجيو رطبين ما شاء الله، والرائحه فواحه منهم ديال داك الزرارع. وهذا هو الفيديو ديال اليوم اخواتي، والوصفه ديال اليوم اللي كنتمنى تنال اعجابكم، وتزيدوا تشجعوني اخواتي بلايك الفيديو وبالتعليق محفز. ونتلاقاو في فيديو جديد عما قريب ان شاء الله. دمتم في امان الله، مع السلامه.